الحمد لله، شكر الله تعالى، الله يعزك. حياكم. أنت سمعت سيد من العراق ولا من وين؟ من العراق، من العراق. نعم يا لا تنسنا. اعمل لنا سوي لنا زيارة. إن شاء الله، إن شاء حياك. الله تعالى. والله سمع سيد، يعني كان عندي استفسار إن وقتك يسمح. يعني بالخدمة. حياك الله. أبناء العامة بيقولون لنا أيها الموالين اعطونا دليل من القرآن أو من السنة على تنصيب الأئمة الاثني عشر، يبدأون بالإمام علي سلام الله عليه والإمام محمد بن الحسن العسكري عجل الله فرجه. فهم يريدون دليل، إما النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة يبدأون بفلان وفلان وفلان وقال هذا للمسلمين، أو آية من القرآن. يقولون لأن نقباء بني إسرائيل ذكروا في القرآن وبعثنا منهم 12 نقيبا. فكيف نرد عليهم سماحة السيد؟ يا الله، سكر الخط. هاتوه تاني، هاتوه تاني عشان ما يقوليش في الخدمة. يا الله، سلام عليكم. السلام مولاي، العفو، زي انقطع. انقطع، أنا آسف والله. فسيد كيف نرد عليهم؟ هل يوجد دليل من القرآن أو السنة على تنصيب الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم؟ إيه الصوت اللي بيطلع من عندك؟ طبعا أكيد، بس هسه يعني ما يحضرني، لازم يعني نراجع المسألة. نعم، أنا قلت لهم، يعني قلت يوجد أدلة كثيرة يعني في القرآن الكريم، لكن هم لا يقبلون. نعم صح. نعم، احنا عندنا آية يقولون الله قال ويسألونك عن المحيض ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن الأنفال. ما فيش ولا مرة حد سأل عن الإمامة. هو النبي لم يبلغهم الإمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، صح سمعت سيد؟ نعم. فليش لم يبلغ صح. على المنبر الأئمة يبدأون بالإمام علي وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري؟ الإمام النبي يعني مع البيعة الغدير خوف خير دليل بعد. بس بيعة الغدير تتكلم عن الإمام علي سلام الله عليه فقط، نصب الإمام علي. نعم، وذريته لا مو اكو روايات كثيرة على ذرية الأئمة موجودة. وذكر لهم من الأئمة في حديث الغدير، ذكر لهم من الأئمة يبدأون بالإمام علي سلام الله عليه وينتهون بالإمام محمد بن الحسن العسكري. لا فقط، لا فقط بالإمام علي. بالإمام علي بس. طب سمع سيد، وين الإمام؟ بيقولوا لنا اثبتوا لنا وجود الإمام. زين، آية التطهير، إنما يذهب الله ليذهب عنكم مرض أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما إيش يا شيخ؟ إنما إيش يا سيد؟ إنما إيش؟ إنما ليذهب الله عنكم الرجس أهل البيت. إنما ليذهب الله. لا دي مش موجودة في القرآن. إنما يذهب الله. لا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. صح؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية اللي هي رقم أظن 34 من سورة النساء، 33 من سورة النساء. بس الآية دي ما فيهاش الأئمة برضه يا سماحة السيد، ما فيهاش إلا الإمام علي والسيدة فاطمة سلام الله عليها والإمام الحسن والإمام الحسين. من هم أهل البيت؟ فقط هؤلاء الأئمة اللي ذكرتهم. ما هم بيقولوا طب وين أبناء الحسن سلام الله عليه؟ ليش لم تدخلوهم؟ وين ابن عباس، عقيل ابن أبي طالب، محمد بن يعني أنا أشوف مولاي حبيبي، حياك الله. السلفية مش ما تعطيهم من أدلة ما راح يقتنعون. لا يقبلون، ويقول لك نريد دليل محكم. فيها إيه المتشابه؟ لا يقبلون بالمتشابه خالص السلفية. السلفية دول يعني واحد يتجنب الجدال والنقاش. يتجنب الجدال معهم، لان مش هتطلع معهم بنتيجه ويقعدوا يقولوا لك هاتوا لنا دليل. ومش انا قلت لهم كده يا سماح سيد. طب سماح سيد يقولوا لنا وين الامام؟ وين الامام؟ اقول لهم ايش؟ بيقولوا وين الامام؟ احسنت. هذول واحد يتركهم افضل. يعني يتركهم افضل، ما عندهم يعني هيتعبونا ويقعدوا يقولوا هاتوا دليل محكم وعايزين ادله. عايزين ادله. ده انا حتى قلت لهم. اتفضل سماحة السيد، معلش المصري بيتكلم كثير، معلش. إذا خاطبك الجهلاء قل لهم سلاما. سلاما، أيوة، لو خاطبني سلفينا قل لهم سلاما. سماحة السيد بيقول اسمعني، بيقولوا لنا وين الإمام المهدي؟ بيقولوا لنا وين إمامكم؟ بقول لهم غائب الغيبة الكبرى وغاب الغيبة الصغرى وكان في السفراء الأربعة وغائب الغيبة الكبرى. يقول لي اثبت لي بالدليل القطعي على وجوده الآن. هو الإمام موجود يا سماحة السيد؟ يعني أنا أقول الموضوع بأن الأدلة العقائدية دولة ما يقتنعون بها، لازم يصير وياهم النقاش بالدليل العقلي ومو العقائدي. دليل مو بالرواية، بالعقل. دليل العقلي بالعقل، تحاججهم بالعقل. طيب كيف أثبت لهم بالعقل وجود الإمام؟ تستشهد ببعض الأدلة العقائدية.
وتربطها مع الدليل العقلي. طيب كيف بقى اثبت لهم وجود الامام الان؟ يعني هسه يقدر هو يثبت ان وجود الصانع لهذا النقال الموبايل، يقدر يثبت وجود الصانع من هو صانع هذا التليفون هسه النقال. انا ما انا مش هروح اقول له الجوال. سمع سيد، انا بدافع عن آل البيت الان. الجوال النقال، انا كيف اثبت له وجود الامام المهدي؟ يقول لي اثبت لي بدليل قطعي وجود الامام المهدي. كيف اثبت له؟ يقدر يثبت هو هذا الدليل العقلي. بس اذا سمحت الدليل العقلي وصل يقدر يثبت لنا فكرة وجود التليفون النقال، من هو الصانع مالته، وشو الدليل على بين هذا هو الصانع مال هذا التليفون. الله اكبر. مثال جميل جدا. لو كلمنا احد السلفيين او احد النواصب ابناء العامه وقال لي اثبت لي دليل وجود الامام المهدي، اقول له اثبت لي وجود اللي صنع التليفون النقال. حلو. من هو هذا الصانع؟ ما اول مره تيجي في بالي هذه والله. طيب بس لو قال لي الصانع من هو، لو قال لي موجود في الصين وقال لي انا معايا اوريه لك، اقول له ايش؟ وين؟ ماكو، ما ممكن. ماكو. هقول له ماكو. ثواني سمح سيد. ماكو. طيب سمح سيد، هو الامام هيفضل غايب قد ايه؟ هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. طب بس السيد الخميني الله هو الذي يأذن له يعني ربنا لم يأذن. طيب السيد الخميني ولاية الفقيه الولاية المطلقة، ولأن أنا قرأت في هذا الموضوع، ليه أخذ صلاحية الإمام المهدي؟ احنا حتى بالعراق عندنا بعض العلماء المراجع، يعني مثلا الشيخ بشير النجفي، نعم، يقر بالولاية المطلقة، يقر بها. نعم. ليش يا شيخ؟ ليش ياخذوا صلاحية يا سماحة السيد أحمد؟ هو بعض الفقهاء عندنا يقول لك بما أنه احنا في عصر الغيبة، والتمهيد لعصر الغيبة هم السفراء الأربعة اللي هم نواب الإمام. كان الإمام موجود وكان هم يتمتعون بالصلاحيات. يتمتعون زواج المتعة؟ لا، يتمتعون بالصلاحيات، الصلاحيات اللي عندهم. صلاحيات. يعني الإمام كان موجود بالغيبة الصغرى، بس هم النواب الأربعة شبيهم عندهم صلاحيات الإمام. طب سمحت سيد، أنا قرأت في الموضوع دوت السفراء الأربعة، وكان الشيخ محمد بن يعقوب الكليني كان موجود في عهد أحد السفراء، مش عارف السفير الثالث والرابع. ليش لم يعرض عليه كتاب الكافي ويدخله للإمام ويقول له دخل لي ده للإمام خليه يشوفه ويصححه لنا بالمرة وكده؟ ما نعرف شنو الأسباب بعد اللي بذاك الوقت. هو راح روى عن السيد جعفر الصادق، عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، وما بينه وبين الإمام جعفر الصادق 121 سنة أو 123 سنة. صح. كان الأولى يروي عن الإمام الحسن العسكري وهو كان معاصره، أو يدخله للإمام الحجة في العصر الغيبة. أنا أقول لك في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه انتشرت العلوم الدينية أكثر من باقي العصور عند الأئمة. كان في بحبوحة، تم تأسيس مدارس، تم تأسيس أكثر من حلقات للدرس. يعني كانوا يمارسون العلوم براحتهم، نشر ثقافة أهل البيت ما عليها مضايقات. اللهم لك الحمد. يعني طب في نقطة هنا سمحت السيد، بيقولوا طب بما أن الإمام جعفر الصادق ما كان عليه مضايقات، لماذا لم يظهر قبر أم فاطمة؟ إيه يا سمحت السيد؟ سلام الله على الزهراء. هذا أمر، هذا الأمر هو بعد متروك للإمام صاحب الأمر. متروك للإمام، ما لنا نحن دخل به، لأن بيسألوا يقول لك طب ليه ما هو كان في محبوبة ليه ما أخرجش قبر فاطمة؟ فده دليل ما كانوش بيقعوا. نعم والله سمحت السيد. اكو امور غيبيه يم الله سبحانه. خلينا اكتم صوت واقول لكم على حاجه سريعا كده وهو معايا. شفتم يا شيعه؟ ما هو الامام كان متمكن اهو باعترافه، ليه ما اخرجش قبر فاطمه؟ لان الائمه كانوا لا ينادون بتعظيم القبور وبناء القبور وما شابه ذلك كما انتم تقولون الان. خلينا نرجع للسيد. نعم. يعني هسه مثلا يجي يقول لك انت ليش مثلا شنو السبب من عدم حلق اللحيه؟ شنو السبب؟ الامام علي سلام الله عليه كما في البحار كان طويل، حتى ان وصفوا الامام الاصلع البطين، كان ببطنه ولحيه واصلع، فالامام كان تارك اللحيه. هم ما يقرون بالروايات، يقول لك اعطيني دليل من القران. اكو دليل عندنا من القران؟ ما عندنا.
لا ما فيش في دليل في القرآن ان يقول اتركوا الحج. الا بقى استنباطات، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، والرسول امر بترك اللحية. احسنت. اذا احنا بنريد نحاججهم. اكو امور غيبيه الله سبحانه وتعالى هو اعرف بيها ايش؟ بعدم ظهور الحجه مالتها، بعدم ظهور الدليل مالتها. طب اكو امور نرجع بقى سماحة السيد لموضوع الولايه المطلقه. السيد الخميني الان والشيخ بشير النشفي ما اخذوا الولايه المطلقه وخالفهم حتى الشيرازيه يرون بشورى لا الفقهاء. ابين لك في القضيه يا سيدنا. نعم. بعض الفقهاء نعم. بعض الفقهاء من يقر بالولايه المطلقه يقول لك انا اتمتع بكافه امور الامام. نعم. شنو اللي كان يتمتع به الامام من صلاحيات انا اتمتع بها. زين. والبعض يقول لك لا، انا اقر بالولايه الجزئيه مو المطلقه. يعني اكو امور مو صلاحيتي انا ما اقدر ابت بيها. يعني السيستاني الله يحفظه لا، يقر بالولايه الجزئيه. بس احسنت. اكو ولايه مطلقه يقر بها بس مو اعلنها. بيخفيها لبعض الموارد. يا ولد يا لعيب، يخفيها لبعض الموارد. يخفيها لبعض الموارد. طب انت ترى الولايه المطلقه سماحه السيد احمد الشكاكي؟ انا ارى الولايه المطلقه في عصر الغيبه. نعم. يعني بالعراق مو ناجحه عندنا. ممكن في ايران في مشهد وكم وكده. ممكن بس بالعراق مو ناجحه. ما ننصح. طب السيد مقتدى الصدر بيرى بالولايه المطلقه، بس هو بيخالف موضوع الولايه المطلقه الصدريه. يعني ما عندي معلومه لان ما مطلع على ابحاثهم. انت تبع المدرسه التفكيكيه يا سيد احمد؟ انا من مدرسه السيد السيستاني، يعني من مقلدين سماحه السيد. ما هي السيد السيستاني تبع المدرسه التفكيكيه الاصفهاني. شنو المدرسه؟ لا ما له علاقه المدرسه التفكيكيه، ماكو ربط بالموضوع. لا ما هي احنا عندنا ولايه الفقيه، مدرسه ولايه الفقيه، وفي شورى الفقهاء المدرسه الشيرازيه ايضا، وفي المدرسه التفكيكيه اللي تبناها فيما بعد السيستاني. لعل ان شاء الله ابقى ابعت لحضرتك بحث في ذلك. السيد السيستاني يرى المدرسه التفكيكيه اللي حاول، بس هو بيبعد برضو موضوع الفلسفه شويه، وعن اللي حوزه كم فيها الفلسفه اكثر من حوزه النشف سماحه السيد احمد. لا احنا بالنجف ايضا عندنا موجود الفلسفه، قاعد تاخذ دروس فلسفه موجوده. فلسفه؟ اي موجوده الفلسفه، دروس فلسفه موجوده. بس هو السيد الخميني يعني وسعها شويه، هو الوحيد البهبهاني في ممكن. نعم. حياك الله سيد. طيب بعض الروايات، يعني انا كنت بقرا في كتاب مشارق انوار اليقين: انا الذي ارسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، انا مجري الانهار انهار من ماء طيار. خطب صحيحه وارده عن الامام علي سلام الله عليه، وصححها ايه الله العظمى المرجع صادق الشيرازي، وايه الله العظمى المرجع المدرسي، وقال لها تاويلات كالخطبه التطنجيه والخطبه الافتخاريه. قرات عنهم؟ انا بالنسبه لي والله انا لحد الان يعني ما يعني الوقت مرات ما يسمح لي بان اطلع على بعض المسائل واتابعها يعني حقيقه، او بعض الابحاث. طيب حياك الله. سمعت وقت ما يعني مو هالقد. كم عمرك سمحت السيد احمد شكاكي؟ يعني 40 ايه؟ 40 سنه ما شاء الله. بس لحيتك بيضاء، الله يشرح صدرك يا رب الحق. بالك. حياك الله. سيد احمد معاك رامي عيسى من اهل السنه والجماعه، من مناظري علماء الإمامية الاثني عشرية. ويعني أحببت أن أنا أقول لك يعني كل هذه الأبحاث التي بحثناها الآن دليل على بطلان معتقد الإمامية الاثني عشرية، ولا يوجد عليه لا أدلة من القرآن ولا من السنة. وأنت قلت يعني أن السلفية وأهل السنة عندهم التشدد شوية، فالأفضل تركهم. لا، أهل السنة والجماعة يتمسكون بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا يوجد دليل لا على تنصيب الأئمة الاثني عشر من القرآن ولا من السنة، كما أنت قلت لا يحضرني ولن يحضرك لأنه لا يوجد دليل. وأنا أدعوك والله أنك تعيد التفكير مرة أخرى سيد أحمد شكاكي، لعل الله سبحانه وتعالى أرسلني لك في هذا الوقت لتعيد التفكير مرة أخرى. فمعتقد الإمامية معتقد مخالف للقرآن والسنة والعقل والإجماع والفطرة. بدليل حضرتك أنك قرأت أكثر من آية ولم تستطع قراءة الآية صح، لأن هذه العقيدة لا تتمسك لا بالثقل الأكبر ولا بالثقل الأصغر. لذلك ترى علماء الإمامية القدامى
اللي هم يعتبروا شيوخكم القدامى المدرسة الإخبارية كان جلها يعني شبه اتفاق على تحريف القرآن الكريم لأنهم لا يتمسكون بهذا الكتاب. فأنا أدعوك لأنك تعيد التفكير مرة أخرى يا شيخ أحمد إن شاء الله. الله يشكر، الله يشكر. آمين يا رب. الله يصلحك يا شيخ أحمد. أنت عندك سؤال حول معتقد أهل السنة؟ فسكر الخط. عموما أسأل الله أن يهدي يا رب. كان لازم في الآخر أنه نبين له بطلان هذا المعتقد، وهو تماشى معنا في بداية الاتصال سيد أحمد الشكاكي رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات والعشائر. كان لابد أن احنا ندعوه في نهاية الاتصال، لا بد أن ندعوه إلى الحق ولا بد أن نبين لهم بطلان هذه العقيدة. لكن شوف الصدمة يا شيعي، صدم، ليس صدم من رمي، صدم مع القرآن الكريم. شوف اسمع الحوار من الأول وارجع للاتصال من الأول، يعني سترى أن هذا المعتقد معتقد باطل لا عليه دليل من القرآن ولا من السنة ولا العقل يقبله ولا الفطرة السوية تقبله ولا إجماع المسلمين يقبله. من أجل ذلك يا عقلاء الشيعة والله أتمنى لكم النجاة، والله أتمنى لكم الخير. يشهد الله أن لو قدمت روحي في هداية الشيعة